قريته كويس. اسمي عمر وانا مش مسلم. هقولك ازاي. وانا كنت عايش في مصر، انا كنت بواجه ناس كتير كل يوم انه كانوا بيفكروني مسلم. ودي بقى موقف يوميا، وانا كنت كل يوم بشرح نفسي على ناس. كنت بقول للناس كل يوم انا مش مسلم بس انا اسمي عمر. وكان في ناس كتير كتير يعني بكتير اللي كانوا بيسأل نفسه ازاي انت ممكن تسمع عمر وانت بتبقى مسيحي. دي ما ينفعش. يعني ناس كتير في مصر وممكن في الوطن العربي كله مش عارفين انه العمر ده، الاسم عمر موجود برا الوطن العربي برضو اكتر في امريكا اللاتينية، وبرضو في امريكا برضو عندنا، واحنا مسيحيين. وانا كنت بقول له النقطة دي لناس كتير في مصر، وكان في ناس متفاهمين وكان في ناس اللي بيرفض كلامي. الناس كانوا بيردوا عليا لا انت كده مش صح، ازاي مستحيل يبقى حد مسيحي واسمه عمر، مستحيل خالص. مستحيل ازاي انا واقف قدامك. في الفترة دي انا كنت بحاول احط نفسي في مكانه، بحاول افهم التفكير بتاع الناس هناك. عشان طبعا لو انت بتكبر في مكان وطول عمرك انت بتفكر انه الاسم عمر ده بيستخدمه بس الناس مسلم، هتفكر كده على طول حتى لو انت تعرفني. لما انا كنت بقول للناس ان انا من امريكا واسمي عمر وانا مسيحي، ناس كتير كانوا بيستغرب كتير. كنت بزعل لا، كنت بتضايق لا، كنت بتعب شوية. بس اي حد هيتعب لو انت لازم تشرح نفسك كل يوم على طول كده. اي حد هيتعب. بس زي ما انا بقولك انا كنت بحاول احط نفسي في المكان بتاع الناس هناك وافهم انا من تفكيره. عشان دي كانت الاول مرة انه الناس هناك شاف واحد من امريكا اسمه عمر وهو مسيحي. بس نقطة مهمة جدا انه الناس لازم تاخدها، يعني لازم عارفين انه الاسم عمر نفسه مش اسم مسلم، هو اسم عربي الاول. الاصول بتاع الاسم عمر هو اسم عربي. وانا برضو انا كنت بشرح له الناس النقطة دي، وكان في ناس متفاهمين جدا على النقطة دي، وفي ناس برضو اللي عايزين يرفضوا كلامي بيقولوا لي لا هو اسم مسلم. لا، الاسم نفسه مش مرتبط على دين. والنقطة تاني، الاسم عمر هو موجود في الانجيل. وانا كنت بقول كل الناس هناك برضو كده، مش كل الناس عشان زي ما انا بقولك على حسب الوقت، على حسب اللحظة، على حسب الشخص. مش كل الناس deserves to know about your life. so انا كنت بختار اللحظة مناسب، الشخص المناسب ان انا ممكن اشرح له النقطة. زي انا قلت لك انا ما كنتش بزعل من الناس عشان كنت باخد نفسي في مكانه. وبرضه بيخليني ان انا متشكر شوية عشاني انا بخلي الناس يعرف اكتر من العالم. الاسم عمر موجود في دول تاني برا الوطن العربي، برا الوطن المسلم، وبرضه في امريكا هتشوف ناس كتير اللي عندهم اسم عربي. يعني دي نقطة تاني، يعني هنلاقي ناس هناك اللي عندهم الاسم مثلا رشار، جمال، عمر، خالد، خليل، حسن. الاسماء عربي حاجة مشهورة قوي عندنا. بس عشان عمر الناس بيفكروا هو مرتبط على دين، هو مش مرتبط على دين، هو مش اسم مسلم، اسم عربي. فزي ما انا بقول لك كانوا في ناس بيفكروني كذاب، بيفكروني ان انا مش صح. حتى لو انا بعد كده وريته اسمه ايه، الإقامة بتاعتي. عشان في الإقامة بيقول اسمي بكامل. حتى لو هو بيشوف كده لسه مش بيصدقني، بس عادي. فأنا عايز أعرف رأيكم إيه عن النقطة دي. لو أنتم استغربتوا من النقطة، لو أنت لسه مش تصدقني، عادي سيب له كل ده في الكومنتس وممكن نتكلم عن النقطة أكتر. عشان دي أنا عارف إنه دي معلومة اللي بيستغرب ناس كتير.